السلام عليكم ورحمة الله. صديقي العزيز، أهلا بك في قناة محمود علي تي في. النهاردة معادنا مع الفصل الرابع من كتاب العادات الذرية، واللي هنعرف فيه مع بعض يعني إيه نية التنفيذ، وإيه هي أهمية تراكم العادات اللي هتساعدك في تكوين عادة جديدة حسنة أو التخلص من عادة سيئة. فيلا بينا. في الفصل الأول هكلمك عن بحث أجراه مجموعة من الباحثين البريطانيين، واللي كان الغرض منه إنهم يعرفوا الأسباب الحقيقية اللي بتساهم في تكوين عادة أو التخلص من عادة. وهنتعرف مع بعض على أهمية تراكم العادات، وإزاي تقدر تربط عادة جديدة بعادة قديمة بتمارسها أنت في الوقت الحالي. في سنة 2001 مجموعة من الباحثين البريطانيين بدأوا بحث ليهم على 248 شخص، وكان هدفهم من البحث ده انهم يبنوا عادات تدريب خلال اسبوعين فقط. وال 248 شخص محل البحث قسموهم لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى سموها المجموعة الضابطة، ودول طلبوا منهم انهم يسجلوا عدد المرات اللي هيتدربوا فيها بس خلال مدة البحث اللي هي اسبوعين. والمجموعة الثانية سموها مجموعة التحفيز، ودول طلبوا منهم انهم يسجلوا عدد المرات اللي هيتدربوا فيها خلال اسبوع، وطلبوا منهم كمان انهم يقرأوا مقالات وابحاث تعرفهم على فوائد التدريبات البدنية اكتر. والباحثين شرحوا لهم ووضحوا لهم اهمية التدريبات البدنية ودورها في انها بتقلل من خطر الاصابة بمرض القلب التاجي، وانها بتحسن من صحة القلب. والمجموعة الثالثة حصلت على كل المعلومات اللي تم تقديمها للمجموعة الثانية، سواء بإلزامهم بتسجيل عدد مرات تدريبهم خلال مدة البحث، أو إلزامهم بقراءة كتب أو أبحاث تعرفهم على فوائد التدريبات البدنية. ولكن المجموعة دي طلبوا منهم حاجة زيادة، واللي هي إنهم يحطوا خطة يوضحوا فيها إمتى وفين هيتدربوا على مدار الأسبوع التالي. والفرق بين المجموعة الثالثة والمجموعتين الأولى والثانية إنه حسب التعليمات اللي اتقدمت لهم طلبوا منهم إنهم يحطوا خطة يوضحوا فيها إمتى وفين هيتدربوا. وبالفعل أفراد المجموعة الثالثة طول فترة البحث كانت في جملة ما بتفرقش تفكيرهم بناء على التعليمات اللي حصلوا عليها، واللي هي خلال الأسبوع اللي جاي هتدرب مدة ما تقلش عن 20 دقيقة في اليوم كذا والساعة كذا والمكان كذا. وبعد التعليمات اللي خدتها الثلاث مجموعات، لاحظ الباحثين ان من 35 ل 38% فقط من اشخاص المجموعه الاولى والثانيه هم بس اللي قدروا انهم يلتزموا بالتدريبات البدنيه على الاقل مره واحده في الاسبوع. ولاحظ الباحثين انه حتى الجرعه التحفيزيه اللي اتقدمت للمجموعه الثانيه ما اثرتش على سلوكهم، وبقوا زيهم زي المجموعه الاولى اللي طلب منهم بس انهم يسجلوا عدد مرات تدريبهم وما تقدم لهمش اي تحفيز. ولكن المجموعه الثالثه اللي طلبوا منهم انهم يسجلوا عدد مرات تدريبهم وقدموا لهم جرعه تحفيزيه، وطلبوا منهم انهم يقراوا في بعض الكتب او الابحاث اللي هتعرفهم على اهميه التدريبات البدنيه، بالاضافه لالزامهم بانهم يحطوا خطه عن مده ومكان وزمان وساعه التدريب. لاحظ الباحثين عليهم ان 91% من المجموعه دي قدروا انهم يتدربوا مره واحده على الاقل خلال الاسبوع بنسبه تخطت المعدل الطبيعي بمرتين. واستنتج الباحثين ان السبب في ان 91% من المجموعه الثالثه قدروا انهم يلتزموا بالتدريب مره واحده على الاقل خلال الاسبوع، انه ده بيكمن في نيه التنفيذ، واللي هي عباره عن خطه انت بتحطها لنفسك بخصوص رغبتك في القيام بممارسه عاده معينه، بتحدد فيها المده والزمان والمكان اللي هتمارس فيها العاده الجديده. وصيغه نيه التنفيذ بتكون في شكل انه لما يحصل الموقف س هقوم بالاستجابه ص. ومئات الدراسات بينت ان نيه التنفيذ لها دور فعال في انك تتمسك باهدافك، لانها بتزيد معاها احتمالات التزامك بعاداتك. والخلاصة هي ان اي شخص بيحط خطة ويحدد فيها التوقيت ومكان التنفيذ هيكون من المرجح انه يقدم على ممارسة العادة دي، يعني نية التنفيذ واللي بيتبعها من وضع خطة محدد فيها التوقيت والمدة والمكان هتشيل من دماغك اي افكار ضبابية بخصوص قيامك والتزامك بممارسة العادة. لانه على فكرة ناس كتير فاكرين ان ناقصهم التحفيز عشان يبدأوا في ممارسة عادة معينة، ولكن بالعكس في الحقيقة كل اللي ناقصهم عشان يبدأوا في ممارسة عادة معينة هو الوضوح. وده معناه ان الاشخاص دول مش عارفين امتى وفين وازاي هيبدأوا ممارسة العادة الجديدة. وعلى فكرة كمان في ناس كتير بيقضوا حياتهم كلها مستنيين الوقت المناسب عشان يبدأوا ممارسة عادة جديدة أو تغيير عادة سيئة قديمة. وعلى فكرة كمان لو حطيت الخطة استنادا لنية التنفيذ عندك، لازم انك ما تستناش انه يجيلك الالهام او انه يكون عندك شغف عشان تبدأ، ولكن كل اللي عليك انك تبدأ في تنفيذ الخطة اللي انت حاططها وحددت فيها اهدافك وخطواتك،
وخلي لسان حالك وانت بتنفذ خطتك يقول انك هتأدي السلوك الفلاني في اليوم الفلاني والوقت الفلاني والمكان الفلاني والساعة الفلانية. وافضل الاوقات اللي لازم تبدا فيها بممارسه عاده وتكوينها او التخلي عن عاده هي البدايات، لانه دائما البدايات بيكون فيها الطموح والامل واصل لاعلى مستوى. ولو كان عندك امل فرغبتك في انك تبدا هتكون اقوى، لان البدايه الجديده دائما بتحسسك بالتحفيز. ومن فوائد نيات التنفيذ واللي بناء عليها انت محدد هدفك وطرق تحقيقه انها تساعدك في انك تقول لا للحاجات اللي ممكن انها تعيق تقدمك وتشتت انتباهك وتبعدك عن الطريق الصحيح. والكاتب هنا بيقول انه في اكتر من طريقه تقدر تستخدمها وانت في طريقك لتكوين عاده او التخلص من عاده، ومن الطرق دي نيه التنفيذ واحنا اتكلمنا عنها، وتكديس العادات ودي اللي هتكلم عنها في الجزئيه اللي جاي. قبل ما اتكلم عن مفهوم تكديس العادات خليني احكي لك قصه دينيس ديدرو صاحب اسلوب تاثير ديدرو. وقصة ديدرو بدأت بأن الفيلسوف الفرنسي دينيس ديدرو عاش حياته كلها فقير، إلا أن حياته اتغيرت تغيير جذري في سنة 1765 لما كان عنده بنت وكانت على وش جواز وما كانش قادر على تحمل تكاليف جوازها. ورغم حالة الفقر اللي كان فيها ديدرو إلا أنه كان معروف ومشهور، لأنه كان من المشاركين في وضع موسوعة انسايكلوبيديا واللي كانت واحدة من أكثر الموسوعات شمولا. ومن حسن حظه في الفترة دي ان امبراطورة روسيا كاثرين العظمى كانت مثقفة وبتحب القراءة وكانت مغرمة بموسوعة انسايكلوبيديا. ولما امبراطورة روسيا كاثرين العظمى سمعت بمحنة الفيلسوف الفرنسي دينيس ديدرو اتعاطفت معاه وعرضت عليه انها تشتري مكتبته الخاصة مقابل 1000 جنيه، والمبلغ ده وقتها كان بيساوي اكتر من 150 ألف دولار في عصرنا الحالي. وهنا فجأة دينيس ديدرو اتغير حاله وأصبح عنده المال اللي يخليه يقدر يتحمل تكاليف جواز بنته، ومن المبلغ ده قدر إنه يجوز بنته ويشتري لنفسه قفطان قرمزي. والقفطان ده كان جميل جدا للدرجة اللي خلت ديدرو يلاحظ إن القفطان الجديد مش ماشي مع ملابسه القديمة، وبالتالي قال لنفسه إنه لازم يحدث مقتنياته، فراح بدل سريره القديم بسرير دمشقي وزين بيته بمنحوتات غالية، واشترى مراية حطها فوق المدفأة الجديدة اللي اشتراها، واشترى طاولة مطبخ جديدة واستبدل الكرسي بتاعه المصنوع من القش بكرسي جديد مصنوع من الجلد. وبناء على اللي قام بيه دينيس ديدرو لما توفرت معاه الفلوس وجوز بنته واشترى اول قفطان جديد ليه، واللي خلاه يعيد حساباته والنظر لكل مقتنياته القديمه على انها مش هتتماشى مع مقتنياته الجديده، وبالتالي كانت كل عمليه شراء يجريها دينيس ديدرو بتؤدي لعمليه شراء تاليه، وده اتعرف باسم تاثير ديدرو، واللي معناه ان شراء اي شيء جديد في العاده بيخلق دائره مفرغه من الاستهلاك تؤدي لعمليات شراء اخرى لاحقه. المرأة لما تشتري توب جديد هتشتري بعده حذاء جديد، وهتشتري بعده حلق جديد يمشي مع التوب الجديد. ولما تشتري المرأة أريكة أو كنبة فجأة هتلاقيها بتشكك في محتويات غرفة المعيشة كلها. وانت لما تشتري لعبة لطفلك هتلاقي نفسك اشتريت كل الملحقات الخاصة باللعبة دي. واغلب سلوكيات البشر بتتبع الدائرة دي لانها عبارة عن تفاعل متسلسل من عمليات الشراء، لانك في اغلب الاحيان بتقرر ايه اللي هتعمله في الخطوه اللي جايه او في المستقبل استنادا للفعل اللي انت لسه منتهي منه حالا. فكون انك دخلت الحمام مثلا هيستدعي انك تغسل ايدك، صح؟ قول صح، الله ينور عليك. وبالتالي هتنشف ايدك في الفوطه او البشكير حسب ما انت بتسميها، وبالتالي هتحط المنشفه في الغساله، وبالتالي هتضيف مسحوق الغسيل على قائمه مشترياتك اللي جايه، لانه مفيش سلوك بيحصل بمعزل عن غيره، لان كل فعل بيعتبر اشاره لبدايه السلوك التالي. نظام تكديس العادات هو صورة من صور نيات التنفيذ، واللي فيه بدل ما بتربط العادة الجديدة اللي عايز تكونها أو العادة اللي عايز تتخلص منها بوقت ومكان محدد، أنت هنا في نظام تكديس العادات بتربط العادة الجديدة بعادة أنت بتمارسها بالفعل. وبالتالي معادلة تكديس العادات هي إنك بعد ممارسة العادة الحالية هتقوم بممارسة العادة الجديدة، زي إنك بعد ما تستيقظ في الصباح هتصب فنجان قهوة، ودي العادة الحالية، وبعدها هتمارس العادة الجديدة واللي هي انك هتجلس تتأمل لمدة دقيقة. والسر في نظام تكديس العادات هو انك بتربط العادة الجديدة بعادة انت بتمارسها بالفعل، وبمجرد اتقانك للاسلوب ده هيكون سهل عليك انك تربط اكتر من عادة ببعض، وده هيخليك تستفيد من الشغف والتحفيز الطبيعي اللي بيجي من تتابع السلوكيات والعادات عادة ورا عادة. ودي تعتبر نسخة إيجابية من تأثير ديدرو اللي كلمتك عنه بخصوص عمليات الشراء اللي بتقودك لعمليات شراء متتابعة.
وتكديس العادات بيزود من احتمالية التزامك بإحدى العادات عن طريق وضع العادة الجديدة ورا العادة القديمة وربطهم ببعض، وساعتها هتكون العادة القديمة بمثابة إشارة للعادة الجديدة اللي بعدها. لو هنتكلم عن عاداتك الصباحية الروتينية، مثلا بعد ما تصحى من النوم هرتب سريري، وبعد ما ارتب سريري هدخل الحمام، وبعد ما ادخل الحمام هلبس هدوم الشغل، وبعد ما البس هدوم الشغل هشرب فنجان القهوة او الشاي، وبعد ما اشرب فنجان القهوة او الشاي هتأمل لمدة دقيقة، وبعد ما اتأمل لمدة دقيقة هكتب قائمة المهام لليوم الجديد، وبعد كتابة مهام اليوم الجديد هبدأ في ممارسة اول المهام اللي وضعتها لنفسي. وتكديس العادات في سلسلة متتابعة بيتيح ليك خلق مجموعة من القواعد البسيطة اللي هترشد سلوكك المستقبلي، ويبان معك الامر كأنه عندك على الدوام وبشكل مستمر خطة عمل بتحدد الفعل التالي. واهم حاجه لما تستخدم نظام تكديس العادات هو انك تكون سلسله عادات ناجحه تختار فيها الاشاره المناسبه اللي بناء عليها هتنطلق من بعدها في ممارسه عاداتك وخططك. ونظام تكديس العادات بيشتغل معاك لما تكون الإشارة محددة بشكل كبير وقابلة للتنفيذ على الفور، لأن كتير من الناس بيختاروا إشارات مبهمة أكتر مما ينبغي. والكاتب هنا بيقول: أنا شخصيا وقعت في الخطأ ده لما ألزمت نفسي بإني أمارس تمرينات الضغط، ووقتها العبارة اللي استخدمتها لربط تمرين الضغط بروتيني اليومي كانت فضفاضة، لأني قلت لما أخذ استراحة لتناول وجبة الغداء هعمل 10 تمرينات ضغط، ومن الوهلة الأولى الأمر يبان إنه معقول، ولكن الإشارة ما كانتش واضحة هل هعمل تمرينة الضغط قبل أو بعد وجبة الغداء، وهتمرن وفين. وبعد كم يوم من عدم مواظبتي على أداء 10 تمرينات ضغط قررت إني أستخدم عبارة جديدة، وهي لما أغلق الكمبيوتر عشان أتناول وجبة الغداء هلعب 10 تمرينات ضغط جنب مكتبي. وهنا زال الغموض لأني خليت الإشارة واضحة ومحدد مكانها وزمانها. ولحد هنا انتهت الحلقة. استنوني في الحلقة اللي جاية مع الفصل الخامس من كتاب العادات الذرية. وفي النهاية أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.